أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان على الخير ثم نكس على عقبيه، ما جاء في الصحيحين أن رجلا كان نصرانيا فأسلم، ثم بعد ذلك وصل إلى أنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، قرأ بمعنى حفظ، ثم تنصر مرة أخرى. شوف على تدرج، يعني قفزات، نصراني مسلم من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نصراني بعد ذلك. قال ما يدري محمد إلا ما كتبت له. ثم أماته الله عز وجل ومات بين أصحابه الكفار النصارى، وبعد ذلك حفرت له حفرة فدفن وأصبح وقد لفظته الأرض. قال هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم فعلوا به ما فعلوا، فدفنوه مرة أخرى ولفظت الأرض مرة أخرى، دفنوه مرة أخرى لفظته، فعلموا أن ذلك ليس من محمد ولا من أصحابه.